هاي جايز، اهلا بكم على قناة سمر تايم. فيديو النهاردة بناء على طلبات كتير منكم كانوا بيسألوني ازاي بعمل صنفرة وتقشير للبشرة. فالفيديو هنا هوريكم المنتجات اللي انا بستعملها وازاي بستعملها، وكمان معايا علا صاحبتي هتساعدني في الفيديو دوت، فتابعوا معايا عشان تعرفوا ازاي بعمل صنفرة للوجه. اول ماسك هنا انا بستعمله للتقشير، زي ما انتم شايفين اسمه بيل اوف، وده عبارة عن ماسك بيتحط على البشرة لفترة معينة لحد ما ينشف، وهو ملمسه بيبقى لازق زي العسل بالظبط. بيتحط على الوش زي ما انتم شايفين، هي بتوزعه على البشرة كلها ويتحط بطريقة يعني متساوية، وطبقة تكون يعني معقولة، مش خفيفة قوي ومش تقيلة قوي، ويتساب على البشرة لحد ما ينشف خالص، وبيبقى عامل زي البلاستيك لما بينشف. وهو عبارة عن تقشير، يعني نوع من الماسكات اللي بتقشر الوجه، بس تقشير خفيف جدا للناس اللي هي بشرتها حساسة بيبقى كويس قوي. زي ما انتم شايفين بعد ما سابته ينشف لمدة تقريبا 15 دقيقة بيتقشر زي ما انتم شايفين، والتقشير دوت بيشيل معاه بقى الخلايا الميتة واي دهون موجودة على السطح. وزي ما قلت هو بيبقى مؤشر خفيف، يعني مش بينظف بعمق، فده ممكن تستعمليه مثلا مرتين في الاسبوع لو حابة. وهو مش غالي خالص، متوفر في السوبر ماركتس وسعره معقول. المنتج التاني ده عبارة عن برضو غسول، مش يعني غسول وماسك في نفس الوقت، وفيه زي حبيبات بسيطة قوي. يعتبر تقشير متوسط، ما هواش خفيف وما هواش يعني قوي. فده بستعمله تقريبا كل يوم. زي ما انتم شايفين بوزعه بطريقة المساج علشان يعمل صنفرة للوش، وبعد كده بسيبه ينشف لمدة تقريبا 3 دقايق. والماسك او الغسول دوت بينظف البشرة في نفس الوقت بيقشرها، وملمسه بيبقى عامل شوية زي معجون السنان بس مخلوط فيه حبيبات يعني بسيطة عشان تساعد على التقشير. بعد ما بينشف زي ما انتم شايفين هو ناشف خالص، ببل ايدي بشوية مية وبرجع برضو اعمل حركات المساج دي عشان يعني استفيد من التقشير يعني بطريقة كاملة بس. وبعد كده بغسله بالمية عادي وبنشف وشي وبحط المرطب بتاعي بعديه. انا ده بحبه جدا لان بحس انه بينور البشرة، وكمان لما بيبقى عندي حبوب ملتهبة بحس ان هو بيهديها. المنتج الثالث ده عبارة عن غسول برضو ومقشر في نفس الوقت، بس كيميائي، ما فيهوش اي حبيبات ولا اي حاجة. هو فيه كيميكالز معينة هي اللي بتساعد على صنفرة البشرة، وده يعتبر يعني مقشر او مصنفر قوي جدا، لان الكيميكالز بتدخل بعمق في الخلايا بتاعة البشرة وبتنظف من جوه. زي ما انتم شايفين هي بتوزعه على بشرتها بايديها، وممكن كمان تستعملي الفرشة. انا بحس ان انا باخد نتيجة افضل لما بستعمل معاه فرشة، ومش لازم تستعملي كليرسونيك زي ما هي بتستعمل كده، ممكن تعملي بايديكي عادي جدا، وبعد كده بتشطفيه بمية عادية خالص. دوت ملمسه شوية لزج زي الصابون السائل كده ومش بيرغي قوي. المنتج الاخير برضو عبارة عن غسول، يعني مش غسول، هو عبارة عن مقشر بس. لان انا بعد ما بخلصه بحب استعمل غسول انظف بشرتي بعديه. ودوت الملمس بتاعه خشن قوي زي الملح كده مخلوط معاه كريم، بس هو يعتبر خشن. زي ما انتم شايفين بوزعه على بشرتي بحركات زي المساج عشان اقشر البشره بايديا. ما بحبش استعمل معاه الفرشه، يعني افضل انك تستعمليه بايديكي لان هو يعتبر مقشر قوي شويه. وبعد كده بتغسليه بالميه عادي. ودوت والمنتج اللي قبليه بحب استعملهم مثلا مرة في الاسبوع، لان مقشر زي ما قلت مقشر قوي، فبحب ما استعملوش كتير. دي كده كل المنتجات اللي انا بستعملها والروتين بتاعي. طبعا مش بستعمل كل ده خلال اسبوع واحد، يعني بحاول انوع بين فترة وفترة وحسب بشرتي بتبقى عاملة ازاي. بس كلها المنتجات دي انا بحبها جدا، والاسامي هحطها لكم في الديسكريبشن بوكس. واتمنى الفيديو يكون عجبكم وجاوب على اسئلتكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي. جو كريزي مش باين. طيب انا ما عنديش كريم عينين، انا بستعمل هو دوت، بحط منه طبق بس كثيفه، او ساعات بعمل بالفازلين.
ده شكله ما تنزلي الكاميرا. ما تنزلي الكاميرا يا علا. والله ما انا حفظت يا بنتي والله انتي لسه. لا عشان انا اوكي انا بعمل بس هي مش عايزه اتعبك مش عايزه اتعبك. دخل في بقي والله. لو ضيعتني من ايدك. كملي استني.